جريمة الشهادة الزور. ايه خطورة جريمة الشهادة الزور وايه هي عقوبتها في كل الحالات؟ يلا نعرف. السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. هنقول كل حاجة النهاردة عن جريمة الشهادة الزور، وعشان نقسم الحلقة بتاعتنا هنقسمها ل5 نقط. اولا هنتكلم عن الشهادة الزور لو كانت في جناية. تاني نقطة هنتكلم عليها عن الشهادة الزور لو كانت في جنحة أو مخالفة. وتالت حاجة هنتكلم عن الشهادة الزور في دعوة مدنية. رابع حاجة هنتكلم عن الشهادة الزور إذا كانت في مقابل رشوة أو هدية أو حتى علاقة جنسية هيكون عقوبتها إيه. خامس حاجة هنتكلم عليها إن في شخص بيجبر شخص على عدم الشهادة، بيمنعه من الشهادة أو إن هو بيجبره على الشهادة الزور. طيب، اول حاجه هنتكلم عليها، قلنا الشهاده الزور في جنايه. الشهاده الزور في جنايه عقوبتها هي الحبس، والحبس هنا مطلق، يعني في حديه الادنى والاقصى من 24 ساعه حبس لحد 3 سنين على حسب حكم القاضي. طيب، في حالة بقى طبعا الشهادة الزور هنا في جناية بنتكلم ان هو الشاهد ده شهد لمصلحة المتهم او ضد مصلحته. طيب، في حالة بقى في النقطة دي لو شهد ضد مصلحة المتهم وترتب على الشهادة دي الحكم على المتهم بناء على الشهادة الزور، هنا شاهد الزور هتكون عقوبته السجن او السجن المشدد برضه في حديه الادنى والاقصى. طيب قد ايه يعني؟ السجن او السجن المشدد بيكون من 3 سنين لحد 15 سنة، ده الحد الادنى، والحد الاقصى طبعا طبقا لحكم القاضي. اما اذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على المتهم بالاعدام وتنفذت فعلا العقوبة دي والمتهم اتعدم، فهيكون هنا عقوبة شاهد الزور هي الاعدام. طيب، احنا هنتكلم بقى على النقطة التانية وهي الشهادة الزور في جنحة أو مخالفة. كنا عرفنا الفرق ما بين الجناية والجنحة والمخالفة قبل كده، عملناهم في فيديو. فلو عايز تعرف الفرق ما بينهم هسيب لك اللينك فوق تقدر ترجع للحلقة دي. عقوبة بقى شهادة الزور في جنحة أو مخالفة سواء في مصلحة المتهم أو ضد مصلحة المتهم هي الحبس الذي لا يزيد مدته عن 2 سنين. إذا هنا العقوبة بتكون من 24 ساعة حبس لحد 2 سنين الحد الأقصى، والحبس هنا برضو وجوبي. طيب، ثالث نقطة هي الشهادة الزور في دعوة مدنية، سواء بتشهد مع طرف ضد طرف ايا كان. طبعا الدعوة المدنية ما فيهاش حبس، فبيكون فيها طرفين، مدعي ومدعي عليه. فلو رحت شهدت زور بيكون هنا الحبس الذي لا يزيد مدته عن 2 سنين. وبالمناسبة كمان الحالة دي بيندرج تحتيها اللي بيروح يشهد شهادة زور في إعلام وراثة، او انك انت تروح لحد طلبك في شهادة اعلام وراثة وانت ما تعرفش المتوفي مين وقرايبه مين وبتروح تشهد كواجب كده منك. فده خلي بالك يعرضك لعقوبة الشهادة الزور، وهي الحبس من 24 ساعة لحد 2 سنين، وده على حسب حكم القاضي. طيب، احنا هنا بنتكلم بقى على شهادة الزور لما بتكون واجب، رايح واحد رايح بيشهد مع اخوه مع صاحبه مع ابن عمه مع ايا كان. طيب، في بقى حالات تانية ان بتكون الشهادة الزور حد بيروح لحد يقول له تعالى اشهد معايا زور، سواء في جناية في جنحة في دعوة مدنية ايا كان، وبيبقى عارف ان هو رايح يشهد زور وبياخد مقابل، بياخد مقابل او مقابل عطية او وعد او هدية او حتى علاقة جنسية. فهنا المشرع عمل وضع تاني بقى خالص، فقال لك هنا هيبقى في جريمتين مرتبطين ببعض. اولا شهادة الزور، جريمة شهادة الزور، وثانيا جريمة الرشوة. هنا شاهد الزور هيبقى متهم بالجريمتين، وعشان الجريمتين دول مرتبطين وكنا قلنا الكلام ده في حلقة قبل كده، فهنا هيتحاكم على الجريمتين، هيتحاكم على الجريمتين ويطبق عليه العقوبة الأشد. فهنا هنشوف بقى هل عقوبة الرشوة اشد ولا عقوبة الشهادة الزور اشد، بحسب ما هنطبق المواد اللي اتكلمنا فيها او ال3 نقط اللي اتكلمنا فيهم في الحلقة قبل كده، وحسب عقوبة جريمة الرشوة. العقوبة الاشد هي اللي هتطبق عليه. طيب، بالنسبة بقى لاخر نقطة وهي اجبار شخص على الشهادة الزور او منعه من الشهادة. لو شخص عايز يروح يشهد في شهادة في جنحة في جناية في مخالفة في دعوة مدنية في اي حاجة، رايح يشهد وحد منعه، او
ان اجبره على الشهاده الزور، ان هو يروح يشهد زور معاه او مع حد من قرايبه. هنا عقوبه الشخص اللي هو بيجبر الشخص ده او بيمنعه من الشهاده هي عقوبه شاهد الزور، هيتعاقب بنفس العقوبات طبقا للكلام اللي احنا لسه قايلينه النهارده في الحلقه. حاجه كمان انا عايز اقولها بالنسبه للنقطه الرابعه اللي اتكلمنا فيها، اللي هي الشهاده الزور بمقابل المتهم اللي بيروح الشاهد الزور اللي بيروح يشهد ضد متهم او معاه في مقابل ايا كان المقابل ده قلنا هيكون ايه. فهنا هيتحاكم اما بعقوبه المرتشي او عقوبه شاهد الزور، ايهما اشد. هيتحاكم على التهمتين وهياخد العقوبه اللي اشد فيهم. وكمان اللي بيديله الرشوه دي او اللي وعده بالرشوه دي او اللي اداله او اللي عمل معاه العلاقه دي في مقابل الشهاده الزور هيتحاكم برضو بعقوبه بنفس العقوبه بتاعه شاهد الزور. النهارده كان كل حاجه عن عقوبه جريمه الشهاده الزور. لو لسه عندك اي استفسار اكتب لي في الكومنت هرد عليك، واعمل لايك للحلقه وشير لغيرك عشان الموضوع ده مهم جدا.